السلام عليكم. فيديو سريع كذا عاجل. رسميا برشلونة بدأ المفاوضات مع رودري، ورسميا برشلونة يقترب من ضم رودري، ورسميا ريال مدريد ياكل على قفاه للمرة 500 في التوالي على التوالي. ورسميا برشلونة يستغل الثغرات القانونية، يستغل الثغرات اللي موجودة في إدارة ريال مدريد. إيش الموضوع؟ الموضوع إنه ريال مدريد كان توصل إلى اتفاق نهائي مع رودري. كانت الصفقة كان المتفق عليها 70 مليون، واللي وافق ريال مدريد إنه هو يدفعها. ومن ثم جاء جوني كلافات قال بيريز، قال له 70 مليون في رودري ليش؟ كثير 70 مليون في رودري، حاول تقلل الصفقة. فطبعا فلورنتينو بيريز اقتنع بكلام جوني كلافات وتوقفت الصفقة. ريال مدريد قال اما تنزلوا قيمة الصفقة واما لن يكون هناك صفقة. قال السيتي، انه السيتي يبغى يتخلص من رودري لانه رودري ما جدد. ف برشلونة هنا استغل الموضوع، قال ايش الغباء ذا اللي قاعد يصير؟ الغباء هذا انا هستغله لمصلحتي. انت يا معلم كم تبغى 70 مليون، احلى 70 مليون لعيونك. الان ريال مدريد عشان يقدر ياخذ رودري من برشلونة، شوف بس لما يكون جوني كلافات أسوأ شخص في إدارة ريال مدريد. لما يكون عندك انت واحد زي جوني كلافات، شوف ايش سوى. جوني كلافات الحين حيخلي إدارة ريال مدريد اما انها تدفع 80 مليون يورو الى 90 مليون يورو حسب المزايدات. الحين خلاص دخل برشلونة واللاعب بدأ يتفاوض، واللاعب وافق، وهانز فليك كلمه، واللعيبة كلموه، كل شيء خلاص، كل حاجة قاعدة تمشي زي ما يبغى برشلونة. الان ريال مدريد هو يقدر يقلب الوضع ذا، لكن كيف؟ لازم يدفع 80 مليون يورو 80 مليون يورو بشرط انه برشلونة ما يدفع 90. برشلونة دفع 90، لازم انت تدفع 100 مليون يورو بشرط انه برشلونة ما يدفع 100 مليون يورو. ممكن توصل الصفقة ل 120 مليون يورو، لانه اللاعب ما فارقة معه. هو يبغى ريال مدريد لانه هو يبغى يرجع يعيش في مدريد، يبغى يرجع يعيش في بيته اللي في مدريد. لكن ريال مدريد طبعا بقيادة جون كلافات، أسوأ شخص يدير ملف التعاقدات في التاريخ، رفع علينا الصفقة من 70 مليون ل 80 إلى ما لا نهاية. عاد حلها مع السيتي. برشلونة دخل وبرشلونة هو عارف انه انا خسرت في موضوع جوليان ألفاريز. انا جوليان ألفاريز ما راح اقدر اجيبه نهائيا، ما راح اقدر اجيب جوليان ألفاريز. وطبعا برشلونة يبغى يرد الكف لريال مدريد حق جوليان ألفاريز، لما ريال مدريد اعلن على موقعه الرسمي انه هو قدم لجوليان ألفاريز 150 مليون وترفضت. يعني يا معلم كذا جوليان ألفاريز لو جاء برشلونة مش حيجي باقل من 160 170 مليون يورو، وهذا المبلغ اللي يبغاه اتلتيكو مدريد. فالان طبعا برشلونة قال لك صعب الموضوع. لا، انا ب 70 مليون يورو جبت كابتن منتخب اسبانيا. برافو جون كلافات، برافو. اهنيك على المخ العبقري اللي عندك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. بس طار رودري.